السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب تالتة ثانوي علمي أزهر. هانت خلاص يعتبر خلصنا نص الامتحانات كده خلاص. عدينا حديث وقرآن وعدينا رياضة بحت، عدينا النحو وعدينا الفيزياء، وكانت تقيلة شوية وده المتوقع يا أبطال، لأنكم قدها، لأنكم تقدروا تكملوا بجد. عافر يا ابني، حلمك يستاهل. أمال النجاح إزاي يا دكاترة؟ نجاح ازاي؟ عايز تنجح كده خلاص؟ عايز يتقال لك يا دكتور كده خلاص؟ صعب، لازم تتعب، لازم يطلع عينك، لازم يعني كل حاجه هتبوظ، حتى نسيتك هتبوظ، مفيش حل. هانت يا دكاتره بجد والله. الماده اللي عليكم المره القادمه ماده الصرف. ايه يا عبد الرحمن، هلحق اعرف اقفل الصرف؟ متعرفش ليه؟ اذا كان انت عملت انجاز في الفيزياء متعرفش اقفل الصرف ليه؟ في ناس كتير والله انا فخور بيهم جدا جدا، لان هم عملوا حاجات في الفيزياء انا ما كنتش متوقع، وان هم حلوا وان هم سمعوا الكلام وذاكروا الكم ده كله. في ناس كانت مراكمه كتير قوي بس قدرت. معنى كده ان انت تقدر، معنى كده ان انت جواك حاجه فعلا، ان انت عايز تعمل حاجه، عايز توصل، عندك هدف، عايز تفرح اهلك فعلا. عندكم ماده الصرف من ألذ المواد ومن اسهلها. من ايه الناس يا عبد الرحمن؟ انت عندك كله سهل، اسكت يا عبد الرحمن. والله ابدا. بقول لك حاجه، انا كنت في يوم من الايام كنت مكانك. الصرف ده كنت ملخصه يا ابطال في حوالي 10 صفحات. فين هم؟ هبعتهم. انا كنت كانوا معايا بس هصورهم لك واسيبهم لكم في اللينك تحت، يا اما ابعتوا لي على الواتساب يا اما هتلاقوها على صفحه حكايات ثانويه على الفيس، واللينكات هتلاقيها تحت في الفايل. ده يعني ايه 10 صفحات؟ والله كان صرف ده كله اللي انت شايفه ده كله كان في خلال 10 صفح. والله ما خرج منهم الامتحان. ايه والله والله في ايام سنه 2024 ما خرج منهم الامتحان ال10 صفحات. يعني كنت لامم المنهج كله، هيجيب ايه بره المنهج يا حبيبي؟ المنهج كله معاك في 10 صفحات، هيجيب ايه بره المنهج؟ فانا ان شاء الله هسيبه لكم، وهسيب لكم ملزمه كمان للصرف. طب يا عبد الرحمن هراجع الصرف ازاي؟ مذاكر صرف؟ حل. كلمتي الشهيره حل كتير. حل، مالكش علاقه بحد، مالكش علاقه بصحابك، مالكش علاقه اللي بيقول لك انت مراك، مالكش علاقه بيقول لك ان انت مش هتقدر، مالكش علاقه باي مخلوق. حل. طب انا موقع حاجات في الصرف، في حاجات مش متظبطه مني، الحق بسرعه. هات بعض مدرسين انت بتذاكر معاهم، ولو انت مش عارف حد كويس في الصرف قول لي وانا هقول لك تسمع لمين. انا لا بعمل دعايه ولا برشح ناس. في ناس انا برشحها من اول مره زي ما قلت في الفيزياء، استاذ محمود مجدي مثلا، ده عشان انا اتعامل معاه، وده انا كنت باخد معاه وعارف انا بقول ايه. تمام. الصرف كان معايا ناس برضه، فانا مش هقول لكم عشان برضه انا مش عايز اشتتكم، مش عايزكم تروحوا تعملوا على السيرش وتبحثوا عن مستر يطلع لكم في الاخر ما تفهموش منه فغير احسن تشتت. فلا لا، انا مش هعمل ده كله. تمام، لان في طلاب بتتشتت من المدرسين. شوف انت مع مدرس مين يا ابني وراجع معاه. طبعا هو عامل لكم ليله امتحان، وفي طبعا حوالي ورقتين هسيبهم لكم فيهم حل اهم اسئله في الصرف اصلا. فما تقلقوش من اي حاجه، وشدوا حيلكم وجدعنوا. والله انتوا قدها. يعتبر خلصنا نص الامتحان خلاص، فتره صغيره قد كده اهو، واقول لكم هانت. هانت وخلاص. احنا يعتبر مفيش تالتة تاني خلاص. في اللي منكم ده هيبقى دكاترة، في اللي منكم هيبقى باشمهندسين، في منكم هيبقى أساتذة، وكلها كليات قمة. مفيش حاجة اسمها كليات قمة كليات قاع، مفيش حاجة اسمها كده. كليات قمة كلها. وأنا عايز أقول لكم ربنا بيحط الشخص في المكان اللي هو عارف اللي هو هيعمل فيه حاجة، إلا لو كده ربنا ما كنتش هيحطك. فأنت ما تزعلش لما ربنا يحطك في المكان ده أو في الكلية دي، لأنه ربنا عارف إن أنت هتسد في الكلية دي. لو حتى في كلية تانية ممكن ما تنجحش، لكن لو حطك في الكلية دي ممكن تتفوق وتبقى دكتور فيها. الحلم ما مش هينتهي طول ما أنت عايش وعايز تعمل. في أحلام كتير، في أحلام ما بتتحققش، بس لو أنت عايز تحققها هتحققها. فهمتوني؟ ركز في حلمك، عافر حلمك السائر. خلاص يا دكاتره مش هطول عليكم، انا بس كنت بقول لكم الصرف هتعملوا فيه ايه. محتاجين اي حاجه ابعتوا لي الورق هنسيبه لكم او على صفحه حكايات الثانويه على الفيس، والبيدج هتلاقيه في البايو تحت، خش عليها هتلاقي
حاجات أنا ناشرها هناك بإذن الله، ولو في أي حاجة ابعتوا لي وأنا معاكم 24 ساعة بالتوفيق لكم يا دكاترة يا باشمهندسين.